عماد من المعصرة مركز بالقاس دقهلية، منتمي لجماعة أنصار بيت المقدس اللي مسؤولها في الدقهلية، واللي كان سبب في ضمي أحمد السجيني والحركة بتاعه مصعب. أنا شاركت مع الجماعة في سطو مسلح على محل اسكندر بتاع الدهب بتاعك في مركز بيلا. كنت السواق العربية الصغيرة دايو لانوس لونها رصاصي، وكان راكب في العربية كان راكب في العربية أحمد السجيني والحركة بتاعه مصعب وحسن عبد العال والحركة بتاعه سعيد وممدوح عبد الموجود والحركة بتاعه ياسر. بالنسبة لحادث المديرية الأول، كان مصعب جايب عربية من إسماعيلية فيها أبو محمد وأبو عبد الله، وكان معاهم أبوه 6 كيلو، اتحطت عند المديرية واتفجرت. أما بالنسبة لتفجير المديرية الثاني، أنا عرفت قبلها بأسبوع عن طريق أحمد السجيني وقال لي إن هو هيجيب عربية من إسماعيلية فيها متفجرات وواحد هيفجر نفسه بالعربية. وفي يوم التنفيذ خدني أحمد السجيني وطلعنا نجيب العربية.